اكتر نادي في مصر اتعلم من مشكله النادي الاهلي والاخطاء التحكيميه والاحتواء هو نادي سيراميكا كليوباترا، واتعلم الدرس كويس جدا جدا جدا. عاجل 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 ورسمي، نادي سيراميكا كليوباترا ارسل خطاب لاتحاد الكوره المصري في استجلاب حكام اجانب على نفقته الشخصيه في مباراته في قبل النهائي امام نادي الزمالك في كاس الرابطه. الصراحه عملوا يعني اللي هم فعلا المفروض يتعمل في اي مباراه. نادي سيراميكا كليوباترا طبعا ارسل خطاب لاتحاد الكوره، قال له انا هجيب حكام اجانب على حسابي في مباراتي امام نادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر المقرر لها يوم 28/3 الجاري ان شاء الله. طبعا سيراميكا كليوباترا يعني عارفه ان في احتواء كبير جدا من الحكام المصريين، طبعا نظرا لان اتحاد الكوره والحكام بيدعموا نادي الزمالك. خلاص هي بقت معروفه يا جماعه، بقت خلاص معروفه دلوقتي ان ثلاث ارباع ده بشهاده حكام معتزلين. قال لك ان ثلاث ارباع الحكام في الدوري المصري انتمائهم لنادي الزمالك، وبيحتووا نادي الزمالك وبيقفوا جنب نادي الزمالك. حتى اتحاد الكوره ياما وقف مع نادي الزمالك. فالناس قالت لك احنا مش بعد ما وصلنا لقبل نهائي الكاس تجيب لنا حكم مصري يضيع مننا قبل نهائي كاس الرابطه تجيب لنا حكم مصري واحنا نلعب ونعمل كل حاجه في الكوره، وهم نادي الزمالك يكسب بقى بركله جزاء بالاحتواء، بطرد باحتواء، بالكلام ده كله. فاهم؟ كلنا فاهمين الكلام ده كله. فعشان كده الناس قالت لك احنا بعد ما تعبنا وصلنا لقبل نهائي كاس الرابطه وهنلاعب الزمالك نلعب بحكام مصريين. قال لك لا يا باشا، انا هدفع من جيبي وهات يا حكام اجانب في قبل نهائي كاس الرابطه، عشان يبقى فيه طبعا عداله في التحكيم، ما يبقاش فيه احتواء كالعاده وكالمعتاد مع نادي الزمالك للاسف، اللي وصل نفسه لان هو خلاص اتسيح له، بقى كله عارف ان نادي الزمالك بقى يعني ليه احتواء من التحكيم وايضا من اتحاد الكوره. لذلك سيراميكا كليوباترا قال لك انا اجيب حكام على حسابي عشان قبل نهائي كاس الرابطه ما وصلش لقبل النهائي واخسر باحتواء تحكيمي لنادي الزمالك.